I don't have time. الحاجات اللي انا بقولها دي لو انت بتعمليها في بيتك مع جوزك احترمي نفسك وما تعمليهاش. الحاجات اللي انا بقولها دي تقفل اي راجل من الوحده، تخليه ما يقعد لهاش في البيت، يخلي البيت على طول في مشاكل وفي حوارات، يخلي بيتك عباره عن نار. تعالي معايا واسمعي اللي انا هقوله عشان احنا برضو لينا حركاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تشيري الفيديو وتسمعيني. الرقم 1، بمجرد ما جوزي بيدخل البيت من الشغل الموبايل ما بيبقاش في ايدي. الست اللي قاعده لي ليل نهار على جروبات الفيسبوك بكام؟ اونلاين هيوصل امتى؟ الركنه دي بكام؟ هو السرير ده معروض على كام؟ ونسيتي ان جوزك داخل من الشغل عايز يتغدى وعايز ست في البيت وعايز وانت قاعده ماسكه الموبايل، يا اما في جروب العيله على الواتساب. ايه ده؟ معقوله هتتخطب لمين؟ ايه ده؟ هي خالتي راحت لمعرفش مين. الناس المحبه قوي للشات وجروبات الفيسبوك، ها، محبه الجروبات والواتساب والفيسبوك والاسئله الاونلاين كتير قوي وما بتشتريش حاجه. فاهماني؟ بتقعدي تنزلي في الكومنتات بكام 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 وما بتشتريش. هو قرف وبس للناس. احترمي نفسك. اول ما جوزك يدخل من باب الشقه الموبايل ده ما يكونش في ايدك. شغل ماما معايا على التليفون ما بتنزلش امك من على ودنك. الجروبات الواتساب الموبايل بيتعمل سايلنت وبيتركن. اول ما جوزي يدخل البيت قاعده اساسيه، انا عيني على جوزي واشوف جوزي عايز ايه، وقاعده جنب جوزي وبحضر غدا لجوزي وبعمل الشاور لجوزي عشان بيتي، عشان يفضل جوزي خاتم في صباعي. فرقم 1 الموبايل ده تشيليه من ذاكرتك اول ما جوزك يدخل البيت. رقم 2 شغل اهلك عملوا، اهلك سووا، اهله لو واطين هو عارف ان هم واطين فما تضيفلهوش ان هو جديد. امه لو بنت كلب هو عارف ان امه بنت كلب فما تضيفلهوش جديد، لان حتى لو هي بنت كلب فهي امه. هيعمل ايه؟ هيتبرع بيها للنادي الاهلي؟ اكيد هي امه، فاحنا مضطرين نستحملها. فما تقعديش تتكلمي في حاجه احنا عارفينها. فحته المعامله الاهل، فبلاش كلام على اهله بطريقه وحشه، ولا امه ولا اخته ولا بنت عمته ولا جدته ولا جده، لان هم اهله. فحاولي ان انت يا تقولي كلمه عدله يا ما تقوليش، ولما يجوا عندك البيت تعامليهم باحسن صوره لان هو بيبقى واخد باله. ودي حاجه بتضايق اي راجل حتى هم لو وحشين. عامليهم بما يرضي الله يا شيخه، خليكي مسلمه. طيب ماشي. حاجه تانية، انسي ان انت تبطلي تهتمي بنفسك حتى لو متجوزه بقالك 10 سنين. دي تخلي اي راجل يطفش. ريحتك، ها، مش هتكلم على الريحه، مش لازم يدخل يشم ريحه الملوخيه في اللبس، مش لازم. ها، مش لازم يدخل يلاقي العيل البامبرز ما تغيرلهوش، مش لازم. ومش لازم يدخل يلقى الشقه تقلب تعدل. النظافه من كل الجهات. ما اهتمش بنفسي وابقى متقمعه والشقه تقلب تعدل، وما اهتمش بالشقه انها واو وانا ريحتي تقرف. النظافه من كل الجهات. فلم الدور علشان ايه؟ بيتك يتعدل. النقطه الاهم، مشاكلك. عارفه مشاكلك اللي ما بينك وما بينه؟ ما تطلعش بره اوضه نومك. يعني ايه؟ يعني الصلاه ما تعرفش بيها. اخر نقطه، سر بيتك، مشاكل بيتك. مامتك قالوا حصل شغل ماما وترني عليها والاجواء الرخيصه اللي بتحصل دي. احترمي نفسك وخلي اسرار بيتك لنفسك، عشان اللي بيخرب عليكي في الاخر اللي بتقعدي تحكي لهم امك ولا اختك مش هينفعوكي، ده بيتك انتي. فمشاكل ما تطلعش بره اوضه نومك. الاربع عناصر دول لو ما تعملوش في العلاقه مع الزوج عاجلا اجلا يا هتطلقي، يا هيتجوز عليكي، يا هيعمل علاقات عليكي، يا هتعيشي في نكد، يا تسمعيني وتتابعيني، يا هتخسري كتير.